اذا فكأن حياتك الدنيا صفقة، حاول ان تتاجر فيها وان تكون تجارتك الى ربح، ما تكونش تجارة خاسرة. وان ظننت انك ستنقص شيئا من مالك كشأن التاجر، هل التاجر يأتي في صفقة يقول يا سلام هدفع فيه 5000 جنيه؟ لا، انظر الى انها هتجيب لك ايه. اذا فساعة تأتي شدة التكليف وقساوة الامر وعنف النهي، فتذكر الجزاء على كل هذا. حين تتذكر الجزاء على كل ذلك يهون عليك كل ايه؟ لكل شيء. لأنني قلت سابقا أن الذي يجعل الناس يتهافتون على المعصية أنهم لا يستحضرون الجزاء عليها، ولو استحضروا الجزاء عليها لا أقول امتنعوا، لأن الامتناع يدل على أنه قدرة أن يفعل ولكنه امتنع، أو لا يقدرون مش يمتنعون. يعني إذا لا يزني الزاني حين يزني وهو، لأنه لو كان مؤمن ومستحضر للجزاء على هذه العملية ما كانش عملها ايه رضا، يعني امتنع كده، لا ده ما يقدرش يعملها، خلاص كله يخور. وانا ضربت المثل بالتنور واظنكم فاكرين. كذلك الذي يزهد في عمل الطاعة زاهل ايضا عن الجزاء عليها، ولو استحضر الجزاء على الطاعة لخفت عليه الطاعة. ولذلك لما تيجي في غزوة بدر مثلا ابن الحمام يعمل ايه؟ يقول له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل مع هؤلاء الكفار فيقتلوني وأصبح شهيدا؟ ليس بيني وبين الجنة إلا هذه العملية. فيقول له نعم، كان في فمه تمرات فاستبطأ أن ينتظر دخول الجنة إلى أن يبتلع التمرات، وراح رمى التمرات وراح رميها. لأنه استحضر إيه؟ استحضر الجزاء، استحضر. إذن فنحن في صفقة، الصفقة دي الحياة تجارة، وتجارة عايزينها لن تبور.